رخيص ومال السوق. هاتيه واعملي منه وصفات جميلة. النهاردة هنعمل منه وصفة مركز الليمون، ينفعنا في رمضان. وممكن يتعمل مخلل بالعصفر، بيبقى أطعم من الليمون التاني. الليمون التاني وصل سعره 60 جنيه. ليه يعني؟ هاتيه ده واعمليه. أنا قلت أجرب بقى وأعمل كده عصير مركز من الليمون الأضالية ده. تعالوا نشوف بقى هنعمل ايه. هبتدي اخد خدت البشر بتاع الحته الصفرا بس بالناحيه الضيقه دي، هبشر كده، مش هاخد الحته البيضه. هناخد الاصفر بس، مش هاخد الابيض خالص عشان الابيض هيمرر. قشرة الصفرا بس. على قد ما بقدر باخد الصفرا بس. البشر ده هحط عليه حبة سكر وهركنه. هركنه شوية. وبعدين هجيب بقى الليمون، هقطعه كده. ممكن اقطعه كده اهو. اقشر بقى البتاع حته البيضه. امسكه اقطعه شرايح عشان لو في بذر اقدر اطلعه. لازم تطلعي البذر كله منه عشان ما يمررش. لو اي بذرة اتثابت هيمرر. طلع الحتت البيضة اللي جوه، نحطه في الطبق. دي مفيهوش بذر. نجيب واحدة تانية، قطع دي كده ودي كده. ممكن اعملها زي البرتقانة كده، اروح شايلها بايدي كده. كده اسهل. اعمله بقى كله وارجع لكم شوف هنعمل فيه ايه. القشرة بتتشال كده بسهولة. مقطعناه زي البرتقانة. برضه همسكه كده اقطعه شرايح كده اهو، واشوف فيه بذر اطلعه.
ملقتش خلاص ما شاء الله مفيهوش بذر، بس في حتت بيضة كده برضو اطلعها اهو زي دي كده اطلعها بس. خلاص قشرته وقطعته كله اهو. هبتدي احطه، هجيب القشر اللي انا حطيته عليه سكر، احطه في الخلاط وانزل ده كمان عليه واضربه وهننزل سكر عليه تاني حوالي كوبايه كده. حطيت كوبايه تاني. ده كيلو ليمون بس. ننزل الباقي ونضرب ابتدي اصفيه بعد ما ضربته مصفى سلك. في بذرة فلتت مني ادي فضيته اهو. فضيته في العلبة دي والباقي هنا، واحطه في الفريزر واطلعه بعد يعني بكره كده واوريهولكوا بقى. يكون اتجمد كده وعامل زي الايس كريم. ناخد منه بالمعلقه كده ونعمل ليمون زي ما احنا عايزين. ولو عايزين نعناع ممكن نحط النعناع فريش كده هو على الليمون. يلا ادي الليمون اهو اللي احنا عملناه وحطيناه في الفريزر. انا طلعته من شويه اهو. حب كوبايه ميه واخد منه كده واعمل كوبايه ليمونته. ما شاء الله اللهم صل على النبي اهو بسهوله. تطلعيه قبل الفطار بربع ساعه ولا نص ساعه وتروحي عامله الليمون زي ما انت عايزه، وزوديه سكر بقى لان انا عملت قبل كده كوبايه دقتها لقيتها عايزه سكر. سهله عصير سهل جدا. يلا بالهنا والشفا. اشوفكم تاني ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.